برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لآخر فقرة النهاردة في حلقتنا، فقرة العيادة. وقلت لكم موضوعنا النهاردة مهم جدا، هنتكلم فيه عن اللحوم المصنعة أو يعني الحاجات المفرومة المصنعة، يعني زي اللانشون، الباسترما، البيف. الحاجات دي كتير قوي الولاد بتحبها وبتميل ليها، والأمهات ممكن تنساق لرغبات أولادها. النهارده مشرفني في الاستوديو الدكتور هشام الوصيف، استشاري السمنه والنحافه. هنشوف رايه ايه في كل اللي بنتكلم فيه ده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. دكتور، يعني قلت ان موضوع في الاول عايزين نتكلم ليه الولاد اصلا بيحبوا الاكل ده. يعني كلنا عارفين ان الاكل ده مضر جدا، احنا ككبار عارفينه، على فكره في كبار عارفينه وبياكلوه بشراهه. ما هي القصه الوعي الصحي، وكده كانت اللحوم دي موجوده وكنا بناكلها وما كانش فيها اي مشكله. هو بدا الجدل ويبدا يظهر لما بدات منظمه الصحه العالميه نزلت قرار من 3-4 ايام تقريبا، قالت فيه ان اللحوم المصنعه وكتر اكلها من مسببات السرطان. وطبعا ده بعد دراسات متكرره ودراسات بقى لها سنين بتتعمل، لان الحاجات دي موجوده بقى لها فتره بس ما كانش عليها اي كلام. الدراسات لما بتتعمل مره واثنين وثلاثه، منظمه الصحه العالميه ما بتقولش ما بتتخذش قرار او بتظهر قرار زي ده الا لما يبقى الموضوع خلاص محسوم، والدراسات اثبتت الكلام ده. طبعا اثبتت طبعا ان كتر اكل اللحوم المصنعه من بسطرمه، من بيف، من برجر، من لحوم مفرومه، من لانشون، كل الحاجات دي كتر اكلها من مسببات السرطان. الناس طبعا مستغربه، والناس حاسه ان هي مصدومه لان الحاجات دي بناكلها بقالنا كتير، وولادنا بداوا يتعودوا عليها وبقينا ندخلها في اكلنا تقريبا يوميا او شبه 3-4 مرات في الاسبوع. دكتور، احنا لو يعني مش عايزه اقطع كلام حضرتك، بس احنا لو فكرنا لها مش هيبقى فيها استغراب. احنا بنشوف في الفتره الاخيره، في السنين الاخيره دي، نسبه الكانسر بقت عاليه جدا. الله ينور عليكي. تمام كده. وفي سن صغير. مظبوط. يعني وده بقى اللي بدات منظمه الصحه العالميه تدور وراه. ليه انتشار السرطانات مع تقدم العلم الطبي والصحي؟ فبداوا يدوروا، لقوا ان طريقه اكلنا الخاطئ سواء من اللحوم المصنعه او غيرها، الحاجات اللي فيها مواد حافظه والاطفال بتبدا تتعود عليها من صغرها، بيبدا ياكلوها باستمرار. يعني كتر الحاجه هو اللي بيسبب الضرر. احنا لو مشينا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دي مهمه جدا. لو اعتمدنا عليها ان احنا ناكل بدون اسراف في النوعيات اللي بناخدها مش هنضر. طبعا تنويع الوجبات من الحاجات الاساسيه. البعد شويه لما احنا بناخد حاجات فيها لحوم مصنعه او حاجات فيها مواد حافظه كتير او نشويات زي البطاطس المحمره المتوفره في السوق كتير، بتبدا تخلي الاطفال يميلوا ان هم ياكلوا من الحاجات دي بصوره اكبر، ويبعدوا عن الحاجات اللي فيها فيتامينات ومعادن وحاجات اللي فيها مضادات للاكسده، فتبدا تقوي جهاز المناعه. كل ده بيبدا احنا مش مركزين معاه ومهملينه تماما. دايما كمان يا دكتور تلاقي الولاد بيروحوا ناحيه الاكل بره. انا عايز اكل بره، يعني الاماكن اللي فيها وجبات سريعه واكل سريع، هو بيميل ليه، هو شايف ان ده طعمه احلى من اكل البيت. هو طبعا الحاجات اللحوم المصنعه او الاكل التيكاوي او السريع بيبقى فيه نكهه او طعم مختلف شويه، البهارات والحاجات اللي بالظبط. وكمان نسبه الدهون المشبعه والغير مشبعه بتبقى عاليه، وزي ما احنا عارفين ان الدهون كل ما بتزيد في الاكل بتدي احساس بالطعم اكتر. بس ناخد بالنا ان انا كل ما باكل نسبه دهون اكتر كل ما شهيتي للاكل بتزيد وباكل اكتر. يعني انا لو جبت مثلا بطاطس وحمرتها وبطاطس ثانيه عملتها مسلوقه واديت نفس الكميه من البطاطس المحمره لشخص، وهو نفسه اللي اديته برضو البطاطس المسلوقه نفس الشخص، هنلاقي ان هو ياكل كميات اقل من البطاطس المسلوقه، بخلاف لو كان من البطاطس المحمره هيخلصها ويبقى عايز كميه ضعف الكميه اللي كلها. لان احنا طبيعه الجسم البشري مخلوق على معدلات الحرق والحركه والمجهود والصيد والجري والتنطيط، ودي من الحاجات اللي بتزود معدلات الحرق وما بتخليش الدهون تتخزن. بس احنا في طبيعه حياتنا دلوقتي بقت فيها قعده اكتر، قله مجهود وقله حركه، فبقى تخزين الدهون اعلى، فبقى الشخص ياكل الحاجه دي ويخزنها بسرعه ويدور على جديد، ياخد الحاجه ويخزنها بسرعه ويدور على جديد، بخلاف لو هو خدها بطاطس مش محمره ما فيش فيها نسبه دهون، ما فيش فيها نسبه هدرجه. وزي ما احنا عارفين برضو ان الحاجات النشويه لما بتتحمر في درجات حراره عاليه او بتتحط تحت درجات حراره عاليه بيبدا يتكون فيها مواد اسمها الاراكيمايد، اللي هي بتبقى مسببات السرطان بعد كده لا قدر الله، وخصوصا لو كترنا من الحاجه دي زي ما قلنا في اول الحلقه. فبالتالي لما بناخد الحاجات دي بناخدها بصوره مقننه وما بتبقاش بصوره مستمره، وبنعمل مزج في طبيعه اكلنا.
يعني الون اكلي، هاخد شويه نشويات على شويه خضروات وفواكه عشان الفيتامينات والمعادن، على شويه بروتينات، فبالتالي انا خدت قيمه غذائيه متكامله الجسم محتاجها، ما بقاش بركز في حاجه واحده. دكتور عايزه اقف معاك عند النقطه دي وموضوع الدهون والحاجات المقليات، وفكره ان ممكن ناس كتير بتشتري الطعميه، بتشتري البطاطس الشيبس ممكن من المحلات. مظبوط. القلي يا دكتور نفسه فيه درجات حراره عاليه مع زيت، مع قلي كذا يعني كذا مره في حاجه، ده يعني انا قريت قبل كده ان هو مش عارفه بيقول بيفكك الزيت او ما اعرفش ايه، يعني حاجات كده مكونات علميه بيقولوا ان هو برضه من مسببات السرطان. بالظبط، لان كتر القلي في الزيت بيغير تركيب الزيت نفسه. وبالتالي بيبدا يزود لي مواد الاراكيمايد والمواد المسببه للسرطانات بصوره اعلى، وتراكمها في الجسم لان كمان بتقلب لدهون مشبعه بصوره عاليه جدا، فبالتالي بيبقى الطعم مختلف، وكمان القيمه الغذائيه اللي داخله من الاكل يكاد تكون معدومه. بيبدا تخزين الدهون والطاقه اللي داخله بتبقى اعلى، فيبدا الشخص ده ان هو بياكل منها باستمرار يبدا يصيبه بدانه او سمنه زياده في الوزن، يبدا يصيبه ضعف في جهاز المناعه، يبدا يصيبه بعض فقدان الذاكره او الا في الذاكره، لان كتر اكل الحاجات دي من الحاجات اللي بتقلل التركيز والذاكره. ومع الوقت ممكن لا قدر الله بتعمل زهايمر، لان هي بتزود ماده الاراكيمايد اللي بتشتغل على الجهاز العصبي. برضو من الحاجات المهمه ان انا لما باخد حاجات مقليه ومعاها حاجات فيها سكر بزياده بتبدا تقلل لي امتصاص فيتامين دي في الجسم، وهو اساسي للجهاز العصبي. فيبدا الشخص ده يشتكي من مشاكل في الجهاز العصبي، سواء تنميل في الاطراف، سواء الام في الرجلين، سواء ضعف في الذاكره او قله تركيز في المدارس بالنسبه للاطفال، سواء قله تركيز في الشغل او في طبيعه العمل اللي انا بشتغله. بيبدا يقل معدل طلوع الدم او ان الدم يبدا يطلع للمخ، فيبدا تركيب الخلايا العصبيه نفسها في المخ مع مرور الوقت يبدا يتاثر، يبدا يجي لنا لا قدر الله جلطات نتيجه انسداد الشرايين البسيطه اللي واصله لكل عضو داخلي في الجسم، فيبدا يصيبني مثلا مشاكل في القلب، مشاكل في الجهاز العصبي، وكل ده نتيجه تراكم سنين من طريقه الاكل الخاطئه. بتكلم في نقطه خطيره جدا، لو نيجي نشوف دايما يعني الناس اللي بتميل اكتر للوجبات السريعه لازم يكون معاها مياه غازيه. يعني السكريات انت بتتكلم، يعني شوف ربط الكلام ببعضه ازاي. جميل. يعني المياه الغازيه دي بتبقى حاجه اساسيه بعد الاكل، يقول لك دي بتهضم، يعني بص احنا بالظبط. ودلوقتي بقى حاجات يعني عروض، تاخد مش عارف البيبسي مع البطاطس المحمره مع السندوتشات، فبقى في اغراء للاطفال، بقى في حتى بيعملوا تويز العاب، لا ده انت في مسابقه لو كلت مش عارف ايه تعمل ايه، فبقى الطفل من صغره ارتبط بالوجبات دي وبقى يحبها اكتر ما بيحب اكل البيت. الشخص الكبير برضو بقى يحب الحاجه دي لانها هتبقى وجبه، يحس ان هو بياكل كذا حاجه مع بعض، وده اسلوب الاغراء. فبالتالي الطفل او الشخص البالغ لما بياكل الاكل الغير صحي بدا يبقى مدمن ليه. نسبه السكريات اللي بتبقى داخله اعلى من المعدلات الطبيعيه. يعني لو بصينا للمياه الغازيه عامه بتدخل تقريبا من 9 ل 10 معالق سكر في العبوه الواحده، فبالتالي دي من الحاجات الخطيره ان احنا بنهملها. وفي ناس بتجي لي بتشرب لتر و2 في اليوم، يقول لي يا دكتور انا البيبسي عندي او المواد المياه الغازيه من الحاجات الاساسيه اللي ممكن اتعود عليها زيها زي الميه. واحنا عارفين ان في مستقبل حسي في اللسان هو المسؤول عن العطش. يبدا الشخص ده يتعود ان هو بيشرب المياه الغازيه اكتر، بدا يقلب المستقبل الحسي ان هو ده اللي بيرويه بدل الميه، يعني بقى بالتالي هو ما عادش بيشرب ميه اللي هي اساسيه في تكوين جسمه. اللي الجسم فيه 70% من جسمنا ميه، الجسم محتاجه ما بياخدوش، فبدات الكيمياء بتاعته تتغير. طيب دكتور، كمان قلت لي منظمه الصحه العالميه قالت ان الاكلات اللي احنا قلناها الممنوعه زي اللانشون، البسطرمه، البيف، الحاجات دي من مسببات السرطان. هيتم التعامل ازاي مع الموضوع في الفتره اللي جايه؟ هو دلوقتي منظمه الصحه العالميه لما بتصدر قرار بيبدا عندنا وزاره الصحه تبدا تاخد قرار في الموضوع ده. وفعلا في اقاويل دلوقتي ان وزاره الصحه هتبدا تقنن استخدام اللحوم المصنعه، وتبدا تكتب على كل لحوم مصنعه انها تؤدي الى السرطانات، عشان برضو يبقى الوعي الصحي منتشر في كل بيت يخشوا الحاجه دي. يبدا الشخص ياخد باله انا الحاجه دي بدل ما كنت باكلها بكميه اكبر هبدا اقلل فيها، ما اخدهاش بكميه اعلى. المشكله والله هي بتبتدي تدريجي، بس يعني السجاير مكتوب عليها تدخين يؤدي للوفاه. بصي ربنا خلق لنا عقل المفروض بنفكر فيه ونعرف ايه اللي يضرنا وايه اللي يفيدنا. ما يبقاش مريض سكر ويهمل في اكله ويزود في نسبه النشويات والسكريات ويقول لا انا بحب الحاجات دي. انا عارف ان انا عندي قرحه في المعده وباكل اكل سبايسي او حراق وباكل اكل دسم وفيه مشاكل ممكن تعمل لي تزود لي القرح المعده واكله. هو نفس الموضوع.
انا عارف ان الاكل ده هيعمل لي مشاكل في البدانه، في زياده الوزن، هيعمل لي مشاكل انه يجيب لي لا قدر الله سرطانات على مرور الوقت، فبالتالي ابدا اعمل تقنين وتقليل. فاحنا لينا عقل المفروض بنفكر فيه. بخلاف كمان انه بداوا يعملوا اشراف في الفتره اللي جايه ان شاء الله على المدارس في الكانتين والحاجات اللي ممكن الاطفال يشتروها من الكانتين، فهيبقى فيها تقنين شويه. طبعا بره مصر في دوله الكويت بداوا يشتغلوا في الموضوع ده، وبقى في تقنين ان ممنوع اي اكل غير صحي في المدارس. وبالتالي بدا الموضوع يبقى فيه تقنين شويه، وبدات الامهات تاخد بالها وبداوا ياكلوا اولادهم اكل صحي. بقى في وجبات مدارس زي زمان يجيبوه اصلا معاهم، يعني الحاجات رقائق البطاطس والحاجات دي ممنوع دخولها المدارس. فبالتالي بدا يبقى فيه وعي صحي. هو احنا لازم نبتدي من فوق، وبالتالي بدا لما يبدا كده يبدا المعدلات السمنه عندنا اللي بدات تزيد، لان الدراسات بتقول ان احنا في 2030 معدلات السمنه هتوصل ل 50% من سكان العالم، ودي كارثه. فبالتالي دي مشكله كبيره لازم ناخد بالنا منها. الدراسات كل يوم بيبقى فيها جديد. احنا بنقول المعدلات اللي بدات تطلع، وبتقول ان احنا مؤشراتنا بالمعدلات اللي احنا بنزيد فيها في السمنه هتوصل معانا لقد كده. لذلك احنا دايما بننصح اي حد بيحاول ان هو ياكل اكل صحي، ظروفه الصحيه او ظروفه العمليه بتخليه يلخبط وجباته، انه لازم يبقى منظم في وجباته، ياخد 3 وجبات يوميه فيها قيمه فيتامينات ومعادن عاليه، ويمارس رياضه. بالظبط. يحاول يركز شويه في الحاجات المضاده للاكسده، زي انه يزود شويه الاسماك والتونه، يزود شويه شرب الشاي الاخضر بالنعناع او بالليمون، من الحاجات الكويسه جدا في تزويد معدلات الحرق، وكمان بتزود معايا جهاز المناعه وتقويه. برضو نحاول نزود شويه فيتامين سي وفيتامين بي، وده بنزودهم في الفواكه والخضروات اللي احنا بنوزعها على مدار اليوم. ما يبقاش الشخص بيعمل حمية غذائية ويحرم نفسه تماما من الأكل، لأن ده بيضعف جهاز المناعة، وبالتالي بعد كده بيبدأ الشخص يشتكي من مشاكل صحية وزيادة في الوزن ممكن متكررة. بعد كده أي مشكلة صحية يا دكتور تدخل للجسم وتهاجم بصورة يعني قريت برضو في بعض الكلمات من كلامنا، يعني ان احنا بنقول من مسببات السرطان ان في يعني ممكن لو جهاز المناعة حصل له أي اختلال ممكن الشخص يصاب بالكانسر. يعني دي من الحاجات برضو هو مرض مناعي أكتر، وكمان بيشتغل ان الخلايا السرطانية نفسها، الخلايا الطبيعية لما بيبقى في اتصال بينها وبين بعض في العمل بتاعها، لما بيحصل خلل لأي سبب ما بتبدأ الخلايا تتصرف تصرفات غريبة، تبدأ تتكاثر وتتنقسم وتكبر، فبالتالي يبدأ الشخص ده يبقى عنده ورم سواء حميد أو خبيث. التغذية يا دكتور ممكن تلعب يعني دور أساسي في إن هي تهاجم المرض؟ بالظبط، إن إحنا دايما للشخص اللي بيشتكي من حاجة زي دي، أو عنده هيستوري في العيلة إنه ممكن يبقى قابل إنه يبقى عنده لا قدر الله أورام أو سرطانات، دايما بننصحه إن هو يبعد شوية أو يقلل على قد ما يقدر في منتجات البروتين عامة، سواء لحوم حمراء، لحوم بيضة، الألبان، الزبادي، البيض. نبدأ نحاول إن احنا نقننها ونقللها، ونزود شوية قلوية الدم مش الحمضية، لأن زي ما عارفين إن الجسم كل ما حمضيته زادت كل ما مشاكله زادت. لما يبقى بالانس أو قلوي أكتر بيبقى صحته أكتر ومناعته بتتحسن. قلوية بقى زي إيه يا دكتور؟ يعني إيه يزود من إيه الأكلات اللي إن احنا نزود شوية من الفواكه، من الخضروات، الأسماك والتونة، ناكل البقوليات عامة، الفول، العدس، البليله، المكسرات اللي هي ما تبقاش محمصه بصوره عاليه وبرضه تبقى مقننه. ان احنا نبعد شويه عن الالبان ونقللها، اللبن والجبنه والزبادي نقللهم فتره، فبالتالي نبدا نقلب شويه قلوات الدم ونزود جهاز المناعه. نحاول ان احنا نوزع وجباتنا من 3 ل 5 وجبات يوميه، ونهتم بشرب الميه، لان دي من الحاجات الاساسيه في تنظيم معدلات الايض والتمثيل الغذائي بالنسبه للجسم. وبرضه بتميل ان الشخص ما يميلش ان هو ياكل كميات كبيره من الاكل، فتبدا تظبط له معدل التمثيل الغذائي، وجهاز المناعه يبدا يتحسن معاه. طيب خلينا بقى برضه يعني نتكلم على الاكلات. في برضه مشروبات الولاد برضه بيميلوا ليها، اتكلمنا عن الحاجه الساقعه والمياه الغازيه والحاجات دي. في كمان دلوقتي يا دكتور في سن صغير جدا، 2 أو 3 سنين، تلاقي الولد عايز يشرب نسكافيه. جميل. الكافيين ومشاكله. الكافيين من الحاجات اللي الجسم بيفرزها طبيعي، فبالتالي احنا لما بنتعود ان احنا ناخدها بصوره اعلى من بره، يبدا الجسم يتاقلم انه جاي له من بره. وللاسف بيبقى ادمان عند بعض الناس، يقول لك يا دكتور انا ما ينفعش اشرب اي كافيين، لازم كل يوم الصبح اشرب 2 كافيين 3 كافيين الصبح. وكمان مشكلته لما بيتحد مع اللبن او الكريمر او بيتحط عليه سكر زياده، الحاجات اللي بتضاف عليه بالظبط بيزود مشاكله، لانه هو بيقلل لي معدلات التمثيل الغذائي،
بيبدا يزود حاجه اسمها مقاومه الانسولين للحرق، فيخلي الشخص ده بدل ما بيحرق كويس يبدا يخزن. بخلاف لما باخد كافيين لوحده، يعني في دراسات معموله ان الكافيين بيزود لي معدلات الحرق وبيقلل لي نسبه الدهون في الجسم، بس يعني لما باخده بالمعدلات الطبيعيه بالظبط. فبالتالي لما بناخده بمعدلات طبيعيه، يعني تقريبا الجسم ممكن يحتاج من 200 ل 300 مللي جرام كافيين في اليوم. لو هو حابب ياخدهم من بره، يعني فنجان او فنجانين بياخدهم تقريبا ممكن 2 قهوه مثلا او 3 شاي مثلا في اليوم. فبالتالي هو خد قيمه غذائيه ممكن الجسم يحتاجها، بس ما يزودش عنها، لانه كمان بيضر بالجهاز العصبي لانه بيشتغل على المخ. فبالتالي يبدا منبهات يبدا يفرز، يبدا يدخل كافيين اعلى، فيقلل لي افراز الطبيعي من الجسم، يبدا يخلي الشخص ما ينامش النوم الطبيعي بتاعه او النوم الهادئ فترات متزنه، فيبدا يقلل لي في معدلات تركيز الشخص وتحصيله. برضو الكافيين لما بيزيد هو مع اللبن او الكريمر من الحاجات اللي تزود لي الجزء السفلي ومنطقه البطن. نبهتني نقطة معينة، وممكن أمهات كتير تقول لك أنا بدي لبنتي أو لابني نسكافيه وبزود لها اللبن. يعني أنا بقول لك إيه اللي هي بتقلل الكافيين، تقول لك لا ده مضر فأنا بزود اللبن. جميل. فمهم برضو إن احنا نعمل ستريس على النقطة دي. احنا لو حبينا ناخد اللبن وحبينا، في بعض الأطفال ما بيحبوش ياخدوا الألبان أو طعمها بالنسبة لهم غير مستساغ، فاحنا ممكن نديهم حاجة تغير لهم الطعم. ممكن أحط لهم فانيليا على اللبن مثلا، ممكن أعمل لهم موز بلبن، هيبقى افيد ليهم اكتر، فراوله باللبن. يعني بعمل ميكس اكتر ان انا اديهم كافيين اكتر. ممكن احط لهم شوكولاته على اللبن، ده من انواع ان انا بغير للاطفال اللون والطعم. ممكن اديهم بديل اللبن خالص، ان انا ممكن اخد الزبادي، ممكن اخد الجبن باي صوره من صورها، فبالتالي انا بدخل له قيمه غذائيه متكامله. مش شرط ان الشخص ده ما بيشربش لبن يبقى لازم هنجبره ونديله حاجه غلط معاه عشان ياخدها. فبالتالي احنا ربطنا الاثنين ببعض وهو بقى مدمن للقصه دي. انا قصدي ان هي فكرتها ان هي ممكن تقول لك انا كده بديله حاجه فايده، يعني انا مزوده اللبن ومقلله الكافيين. هو اقل ضررا طبعا، اقل ضررا بالنسبه للاطفال، وده احسن طبعا ان انا اديله نسبه كافيين اعلى من اللبن. بس احنا مع الوقت وتكرار الموضوع ده يبدا الطفل يبقى مدمن للموضوع ده. صح. بعد كده تيجي تقولي له شيل النسكافيه باللبن او الشاي باللبن، يقول لك انا ما بقدرش لازم كل يوم اخده الصبح عشان ما صدعش، عشان ما ركزش. وللاسف هم بيصدعوا نتيجه ان هم بياخدوا كافيين من بره، لان احنا لو اتعودنا اسبوع ما خدناش كافيين بعد كده ما عادش فيه صداع. هو بيبقى عايز ياخد النسكافيه عشان يشيل الصداع، زي المدمن. تعود يعني زي المدمن، زي اللي عايز يشرب سجاير عشان هو مصدع وتعبان ومتنرفز. هي ناقصه في الجسم، فببدا اخدها من بره، فتبدا تدي لي احساس ان انا بقيت كويس. في خلاف ان انا لو شلت القصه دي خالص لمده اسبوع او 2، بدات اطلع اعمل ويزدرول من الموضوع، اقلل الموضوع تدريجي، خلاص بقى الشخص ده ما بيشربش الحاجه دي. زي المياه الغازيه بالظبط، بقى هو ما بيعرفش يشربها، يجي يشربها ما بيقدرش، او بيشربها بكميه مقننه. برضو بالنسبه للبطاطس المقليه والمحمره بالنسبه للاطفال، لو اديناهم مره او مرتين في الاسبوع مش هيبقى ضرر، بخلاف لما بياخد كل يوم بياخد كميات اكبر. يعني ممكن ياخد كميات اكبر في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. ودي من الحاجات اللي ممكن تضره. ممكن نديها له مثلا بعد وجبه يكون هو واكل وشبعان عشان ما يكترش منها. فبالتالي احنا لازم نفكر في وقت الاكل بتاعنا، في نوعيه الاكل اللي احنا بناخدها، لان برضو وقت الاكل ما اديش ادي حد حاجه غلط في وقت يكون هو جعان او نفسه ياكل بكميه كبيره. هو هيفرط في الاكل ده وهيزود فيه وهيعمل له زياده في الوزن، بخلاف الاضرار اللي ممكن ياخدها. العصاير يا دكتور، العصاير اللي هي الجاهزه او اللي هي مضاف عليها مواد حافظه. جميل. المواد الحافظه او الالوان الصناعيه برضو من الحاجات اللي اتكلمت عليها منظمه الصحه العالميه كتير جدا، وان تكرارها في دخول الجسم سبب رئيسي في زياده الوزن عند الاطفال. فبالتالي احنا لازم نقنن ونحافظ على القصه دي. احنا ممكن نعمل العصاير فريش ونديها للاطفال في ازازه صغيره او زمزميات لوقت شكلها شيك، وممكن الطفل ياخدها معاه المدرسه، لان هو مش هيقعد فترات طويله، هو هتقعد معاه مش هتقعد معاه يوم. هو العصاير الفريش بتقعد معانا الفتره دي وهي محفوظه بصوره كويسه. ما نحاولش ان احنا نديله عصاير محفوظه بصوره عاليه، لان تكرارها وان الشخص بقى مرتبط انه ياخد العصير في مواد حافظه، في الوان اصطناعيه، في نسبه سكر اعلى مع الوجبات اللي بياكلها، فبقى عنده ارتباط بين الاثنين. يجي ياكل بعد كده ما عادش بيعرف ياكل اكل صحي، كل اكله خفيف وسهل البلع. تديله اكل فيه مضغ او فيه استخدام للاسنان ما بياكلوش، نتيجه ان هو بياكل ويبلع، فبقى الموضوع مرتبط معاه في الموضوع ده.
دكتور هشام للاسف وقت حلقتنا خلص، بشكر حضرتك جدا شكراً يا فندم، واكيد شكراً. هنكمل كلامنا في حلقات جايه ان شاء الله. مشاهدينا طبعا دكتور هشام وصيف قال كلام مهم جدا. من اكتر الحاجات اللي عايزه احط تحت منها 100 خط ان منظمه الصحه العالميه قالت ان الاكلات اللي زي اللانشون، البسطرمه، اللحوم المصنعه كلها من مسببات السرطان. حط تحتيها 100 خط ونخلي بالنا من ولادنا ومن صحه ولادنا. بشكركم على المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 1 في يوم الرياضه.